السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله احنا هنعمل مع بعض البسكوت اللي بالبرتقان اللي كلنا بنحبه. لو انت عايزة تشيل البرتقان شيليه، طبعا المقادير دي في ايدينا. زي ما انتوا شايفين البسكوت عندنا بنعينه في علبة صفيح. انا والدتي بتعمل الكلام ده من سنين، ده اللي بيحافظ على البسكوتة مقرمشة لآخر بسكوتة. فاحنا متعودين على كده، لو حفظتيه في حاجة بتوصل لها هوا هيطرى معاكي ومش هيبقى حلو. فطبعا البسكوت مقرمش مش طري. طبعا انا اكتر حاجة بحبها في البسكوت اللي بيبقى محمر شوية، ده بيبقى النكهة بتاعته تحفة. فدايما لما والدتي بتعمل اقول لها ماما حمري لي صاجين 3 كده ليا. نعمل المقادير مع بعض. هنا زي ما انتوا شايفين انا عندي السمنة بتاعتي وعندي السكر ما بنطحنوش، ده سكر ناعم. الوصفة دي يا جماعة قديمة جدا جدا مع والدتي من ايام جدتها، فهي بيستعملوها كده، ما بيطحنوش ولا سكر ولا حاجة، بس يبقى السكر معانا ناعم اللي هو النوع الناعم، ونفضل نضرب بالمضرب لحد ما يندمجوا مع بعض. بعد ما يندمجوا مع بعض كويس قوي، انا هكتب لكم على فكرة المقادير بالكيلو، هكتبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. بعد ما نضربهم كويس قوي هنبتدي نحط البيض. طبعا ده مش بيضة، ده بتنزليه على طول وتبتدي ان انت تضربي مع بعض وتحطي الفانيليا بتاعتك. طبعا انا بحط فانيليا على الرغم ان انا هحط قشر برتقان وهحط برتقان، بس برضو لازم، لان انتوا عارفين ان البيض بيبقى زفر زيادة عن اللزوم. بنضرب كويس قوي البيض معانا مع السكر والسمنة، بنضربهم كويس قوي لحد ما يختفي البيض ويندمج مع السكر والسمنة ويبقوا مع بعض، وتحسي ان السكر بتاعك ساقع. هنا طبعا انا عندي بشر برتقانة كبيرة حطيتها. البشر يا جماعة القشرة بس اللي هي البرتقاني، ما تجيبيش من الابيض عشان ما يمرش. وهنا عندي عصير البرتقانية، هي كبيرة قوي يعني حوالي كوباية. زي ما انتوا شايفين كوباية المية دي مش كلها، 3/4. انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف برضو. هنا انا عندي الدقيق كنا نخلينه مع البيكنج باودر وحاطينه عشان نحطه حبة حبة. تبتدي بقى ان هي تعجن العجينة بتاعتي مع بعض عشان يندمجوا. مجرد ما يندمجوا ونعجنهم كويس زي ما انتوا شايفين، وتلاقي ان العجينة بتاعتك ماسكة في ايدك كده، طرية وناعمة وماسكة في ايدك، مش مفتولة وفي نفس الوقت مش ناشفة، مش عايزينها ناشفة، عايزينها ناعمة. تمام. هنبتدي طبعا بعد ما خلصناه احنا بناخد حتة عجينة وبنحطها قدامنا، والباقي بنعينه في التلاجة يرتاح، لان في الجو اللي كان حر اليومين اللي فاتوا دول السمنة هتطرد هتسيح كده ومش هيبقى حلو. فلازم نحاول ان احنا حبة بحبة. زي ما انتوا شايفين احنا في المكنة بنعملها طبعا حاجة في حاجة. وطبعا الأولاد بتوع العيلة بيتبسطوا جدا جدا ان هم يشتغلوا، بيشغلوا المكنة ويجيب لك، طبعا ايدينا مغسولة كويس قوي، ويجيب لك كل اللي انت عايزاه. بيساعدوا زي ما كنا احنا واحنا اطفال، خليهم يحسوا بالبهجة حتى لو على نص كيلو. اتمنى ان الوصفة تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة. انا حبيت يعني اصغر الفيديو شوية، لان طبعا كلنا مش فاضيين وفي استعجال في كل حاجة، فصغرت لكم الفيديو على قد ما قدرت. وفي نفس الوقت هنزل لكم المقادير في صندوق الوصف. والبسكوت سهل جدا يا جماعة، اتمنى ان هو يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.